مساء الخير عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح نديرو تحليه سهله واقتصاديه بلا بيض بلا جيلاتين وقمه في الروعه والبنه. وش عندنا 4 مغارف تاع لا مايزينا، عندنا 3 مغارف سكر، وعندنا بطا فلون كريم ديسير، وعندنا هذه الكراميل اللي تجي داخل فلون فاني. حاجه الاولى وعندنا ريتلا تاع الحليب. الحاجه الاولى وش راح نديرو، راح نخلطو كلش بارد في بارد. هذه التحليه اقتصاديه وتجي قمه في البنه. راح نديرو 4 مغارف تاع لا مايزينا، 3 مغارف تاع السكر عادي، ونديرو الساشي تاع الكراميل اللي قلت لكم عليها تجي داخل الباطا تاع الفلون فاني كراميل. راح تعطيها قو ما شاء الله. كما قلت لكم هاد التحليه ما فيهاش لا جيلاتين وما فيهاش البيض، وتحضر في رمشة ملعين وبنينة بالبزاف. نخلطوا بالفوي كامل المقادير، وهاد العلبة تاع فلون كراميل نخلوها في الاخر بعد ما تعقد معانا الكريمة، ونحطوها فوق النار حتى تعقد. لازم نخلطو مليح باش هذاك السكر ولا مايزينا يذوبوا. زيدوا علبة تاع الفلون كراميل، جينا بنا هايله. صدقوني غير هاد التحليه ما شاء الله وتحمر الوجه. عندنا هذا الاطار، انا اخترت واحد صغير، نتوما على حساب الافراد العائله اللي عندكم. وعندي هذا البسكوي، وعندي 4 كاس تاع الحليب. الحليب درت له نص ملعقه تاع النيسكافي، وانتم تحبوا تنسموه ملعقه تاع لافاني ولا ملعقه تاع غبره تاع الشوكولا اللي نديروها في الحليب. هنايا بعد ما ستفتهم في الاطار تاعي دوك نشمخهم شويه غير بالبانسو هكذايا. الحليب اللي خلطته مع 4 ملعقه نيسكافي. نديرو 2 طبقات هكذايا باش تجي ما شاء الله. انا اخترت هذا الكاطو، وانتوما لكم الاختيار، تقدروا تخدموا بلي بودواغ، تقدروا تخدموا بكاطو واحد اخر. جي تاني ما شاء الله. كل خطره كيفاش انا نديرها. خطره نديرها بالبسكوي بولين نخدمو ونديرو في الاطار تاني تجي ما شاء الله. انتوما لكم الاختيار. نكملوا نشمخوا هذا الكاطو تاعنا ونحطوه على جانب. هنايا بعد ما بدات الكريمه تاعنا الفلون عفوا تاع يعقد، نخلطه بسرعه باش ما يتكتلش معانا هكذا. بهالطريقه نحطوه ونزيدو نضيفولو ملعقه تاع الزبده، ونزيدو نضيفولو العلبه تاع فلون كراميل، ونخلطو حتى تخلط كامل المقادير مع بعض. هاد التحليه ما شاء الله وتوجد ما تشدش منك كامل الوقت، وسهله، واكثر من اكثر من هكذا اقتصاديه. دوك انا هاد الاطار كنت ديجا غلفته بطبقه رقيقه تاع الفلون هكذا باش ما تخرج لناش على الجوانب. بالاخص راني نتكلم على المبتدئات، هكذا في الاول ديروا هاد الطبقه رقيقه، من بعد فرغوا كامل الفلون من الفوق هكذا باش تضمنوا ما يخرج لكمش الفلون على الجوانب. نهبطوا كامل الفلون تاعنا اللي خدمناه ونحطوه يبرد على جانب في المطبخ. من بعد ندخلوه للثلاجة مدة ساعة. نرجوه شوية هكذايا باش يتعدل الوجه تاع الفلون، يجي ليس ويجي متساوي. دوك انا نخليه يبرد على جانب ونروح نحضروا الطبقة الأخيرة اللي راح نديروها من الفوق خياتي. هنايا وش عندنا طبقة أخيرة، عندنا علبة تاع الفلون فاني، وهاد الطبقة تقعد اختياري. تقدروا تخلوه هكذاك وتزينوه بالساشي تاع الكراميل اللي يجي داخل الفلون. نزيدو نضيفو معاها كاس تاع الماء،
ونحركوها ونخلوها فوق النار حتى تدفى. هذا الموز نعصروا له عصره تاع ليمون من الفوق هكذا باش ما يكحالش، اللي راح نزينو به. نحركو حتى يذوب هذاك الفلون معانا. هنا بعد ما طفى معايا هذا الفلون راح ندير الطبقه الاولى. الموز اللي عصرت عليه عصره تاع ليمون باش ما يكحلناش ويقعد في لونه، يقعد في اللون تاعو. ستفوه حتى نكملو كامل الكميه اللي عندنا. وكما قلت لكم هذه الطبقه تقعد اختياري، تقدروا تخلوه هكذا الفلون اللي درناه، ومن الاخر كي تجوا تقدموه زينوه بالساشي تاع الكراميل اللي تجي داخل الفلون فاني. هنايا بعد ما استفت البانان تاعي، دوك هذا الخليط تاع الفلون والماء يكون دافي ما يكون سخون، ونفرغوه على الوجه تاع الفلون تاعنا غير برفق. راني نقول ونعاود خياتي، لازم هذا الخليط يكون دافي ما يكونش سخون هكذا باش ما يخسرش معاكم الفلون. هكذايا غير بالعقل. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. هكذايا دوك نخليه في الثلاجه من بعد نشوفوه في شكله النهائي ان شاء الله. هاوليك الفلون اللي خدمناه مع بعض خياتي العزاز، المنظر تاعو جا ما شاء الله. وما بقى لي في الاخير غير نقول لكم ما تنسونيش بتعليقاتكم وتفعلوا زر الجرس والاشتراك باش يلحقكم كل ما هو جديد. سلام خياتي، خليت لكم ان شاء الله الصحه والراحه.